السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم هنا في هذه المؤسسة التعليمية الراقية والصرح التعليمي الشامخ. أشكر إدارة هذه المؤسسة لدعوتي وإتاحة الفرصة لي بأن أكون مع هذه الوجوه المشرقة والقلوب النيرة والطاقة الإيجابية المعطاءة. الاسم ديالي إيمان بوهشانة، تلميذة في الجذع المشترك علمي بمدارس نيوتن العالمية. هذه المحاضرة التي تلقى اليوم ليست هي أول مرة، بل مدارس نيوتن العالمية تعودت على خلق الحدث بمثل هذه المحاضرات، وتعودت على إحضار باحثين ومفكرين لتنوير عقولنا نحن التلاميذ في هذا الصرح التعليمي الشامخ. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا تلميذ حمزة عزوزي من ثانوية جابر بن حيان، ثانية باك علوم إنسانية جوج. بالنسبة لقد أثار انتباهي في هذا الموضوع حضور كاتب وباحث من طينة مريد كلاب، وهو أراد أن يبين لنا كيفية تغيير الحياة. Bonjour, je m'appelle Oumaima El-Saouli, deuxième année baccalauréat, sciences maths. Alors je voudrais bien remercier l'école Newton International School pour cette matinée qu'elle a organisée dans le but du développement personnel. À vrai dire, ce n'est pas la première fois qu'elle organise comme ces matinées-là, mais cette matinée-là a été spéciale avec la présence de monsieur Mourid Ben Youssef El-Koulab. C'est un docteur, un professeur. Alors il nous a donné plusieurs conseils pertinents afin de pouvoir changer nos vies, de pouvoir rendre notre vie meilleure dès aujourd'hui, dès maintenant. إلهام حمدي، رئيسة مجموعة مدارس القرويين ونيوتن العالمية. إذن في أي إطار اليوم هذا اللقاء هذا بمؤسسة نيوتن؟ كيدخل هذا اللقاء في التكوينات المستمرة اللي كنحاولوا يستافدوا منها الاساتذه ديالنا، التلاميذ ديالنا، الاباء، وحتى في اطار الاشغال اللي كتقوم بها جمعيه اميلاس، الجمعيه ديال الدعم التربوي للتلاميذ المحمديه، سواء في التعليم، خصوصا في التعليم العمومي. ومحاضرة اليوم هي من تقديم الأستاذ الكبير والدكتور المتخصص في علم التغيير والتنمية البشرية والتفكير الإيجابي ونشر الطاقة الإيجابية، ألا وهو الدكتور مريد الكلاب، الذي حضر معنا من الخليج إلى هنا في مدارس نيوتن فقط لكي ينشر هذه المبادئ. وأنا أريد شكر مدارس نيوتن العالمية على إحضاره لنا لتنوير عقولنا ومساعدتنا على التغيير والأخذ بيدنا لكي نصل إلى مستقبل أفضل بإذن الله. كما أود أن أشكر ثانوية جابر بن حيان التي أحضرتنا إلى هذا الملتقى، وأشكر الشكر الخاص ثانوية نيوتن العالمية لهذه المبادرة. كما أشكرها أيضا على أنها تفكر في الأجيال، ونريد صراحة على بهذا الملتقى أن نطبقه على أرض الواقع وتغيير الحياة إن شاء الله. الشيء الذي يجمعكم باختلاف الأعمار، وأنا أشاهد من تجاوز في عمره 10 و20 و30 و40 سنة، وأشاهد أيضا من لم يتجاوز من عمره إلا 15 أو 16 أو 17 سنة، لكن القاسم المشترك بيننا جميعا وأنا من بينكم هنا أننا جئنا إلى هنا لكي نعيش تجربة من الإيجابية ونستمع إلى كلام ربما يغير فينا شيئا نحو الأفضل. ربما ما أقوله للبعض منكم ليس جديدا عليه، لكن الزهور الجميلة التي نشم رائحتها في فصل الربيع تعطينا طاقة وإيجابية بالرغم من أننا نشم رائحتها في كل فصل ربيع. بحماس مع العرض ديال اليوم. أولا هيئنا لهذا اللقاء
وجندنا له كل ما يمكن من طاقات من امكانيات. وفرنا النقل المدرسي للتلامذه ديال المدارس العموميه، هيئنا له، كان استدعينا الاساتذه ديالنا الاباء والاولياء، اكدنا عليهم في رسائل هاتفيه، لان عرفنا الاهميه ديال اللقاء وبغينا في الواقع يستفد منه اكثر عدد ممكن ديال الناس المحيطه ديالنا التربوي. À ces événements que Newton International School organise, où il invite des chercheurs, des coachs, et c'est le cas de cette matinée. Il nous a honoré par sa présence le coach Youssef Ben Mourid Al-Kullab, qui partagera avec nous ses connaissances au niveau du développement personnel avec nous et les élèves du lycée Jaber Ben Hayyan. On a vraiment besoin de cette conférence dans cet âge. Merci Newton International. مريد يوسف الكلاب، خبير ومستشار تربوي ومتخصص في برامج التنمية البشرية. إذن في أي إطار اللقاء ديالكم اليوم بمؤسسة نيوتن بالمحمدية؟ كنا نتحدث حول منطلقات التغيير التي يحتاجها الإنسان في حياته لكي يصبح ناجحا وسعيدا، ولكي يتمكن من تحقيق أحلامه وأمانيه، أو بمعنى آخر لكي يكون الأفضل كما يريد ويتطلع لنفسه. وهذه المحاضرة تطرقت إلى أفكار ومهارات عملية ووسائل من خلالها نستطيع أن نحقق التغيير الفعلي في حياتنا، منطلقين من قرار نصنعه بأنفسنا لأنفسنا، ونصل إلى تقدير ذواتنا واثقين بها، مؤمنين بأن الله عز وجل يحقق لنا الأماني والتطلعات التي نطمح إليها. فنحن متى ما أطلقنا قراراتنا وقدراتنا وفقنا الله وأرشدنا إليها، ومتأملين بعض الخبرات التي يمكن من خلالها أن نستفيد مهارات وآليات لحل مشكلاتنا وأزماتنا في حياتنا، بالالتفات إلى الحلول والتركيز على الفرص، وأن نكون دائما في خطوات مستمرة بشكل مثابر ودؤوب للوصول إلى الأهداف التي نريدها. كيف كان نجاح اللقاء اليوم في موضوع النجاح؟ الفضل الله عز وجل. المؤسسة التعليمية صرح شامخ ورائع، ولمست من خلال الحضور فيها أثر تغيير تلك المؤسسة فيهم، ولذلك كان الحضور واعيا ناضجا، فوصلت الرسالة بطريقة سليمة وبأسلوب مناسب. شعرت من خلال استجابة الحضور له أنهم جاهزون ومستعدون لتلقي أي مهارات تغييرية في حياتهم، وهذا النضج رائع جدا. الحقيقة أنه يسر ويفرح ويؤكد على نجاح مسيرة المؤسسة التعليمية في إيصال رسالتها وأهدافها. أستاذ هشام لافو، استشاري نفسي ومدير مركز دراسات التخطيط الاستراتيجي والإنساني. إذن في إطار اليوم اللقاء ديالكم بتلامذة مدرسة نيوتن والمدارس العمومية اللي جاو ما حضروا هنا اليوم. نعم، إذن هذا يأتي في إطار الدعم النفسي الذي أطلقناه، هي سلسلة الدعم النفسي التي ستكون على مستوى أو تستهدف التلاميذ بشكل عام وحتى ذويهم وعلى الوالدين. ثم حاولنا إدماج أيضا أطر تربوية حتى تكون معالجتنا للإشكالات التي توقع داخل المؤسسات معالجة نسقية، إدماج التلاميذ والأطر التربوية والأسر. كان استدعاء الخبير الدكتور موريد الكلاب حتى نعطي تنوع ونعطي مصداقية أكثر لميدان التدريب في المغرب، ثم يكون استهداف هؤلاء التلاميذ والأسر على مستوى اللغة وعلى مستوى المرجع والثقافة. لماذا المجتمع العربي شغوف بمجال التدريب؟ نحن نمتلك بفضل الله عز وجل الموارد البشرية والقدرات التي يمكن أن تجعل وطننا العربي الأفضل والأحسن، والوعي الذي يتمثل في عقول الشباب اليوم وفي عقول الجيل القائم حاليا على نهضة أمته هو وعي رائع ومشرق وإيجابي، ويتطلع لكل ما يحمله نحو المستقبل بشكل ناجح. ومن هنا أصبحوا شغوفين بالاستفادة من معلميهم، من أساتذتهم، من الكتب، من البحوث العلمية، بل والغوص في غمارها لتطبيقها في حياتهم. أجد بفضل الله عز وجل في مجتمعاتنا العربية اليوم حبا رائعا
ولافتا للانتباه لكل ما هو تغيير وكل ما هو تطوير وكل ما يحملهم نحو الأفضل. وهذه تؤكد المسؤولية على المؤسسات التعليمية والتربوية لأن تواكب ذاك الحرص والاهتمام من شبابنا ومن أبنائنا، وأن تلبي ما يحتاجونه بتقديم المعرفة الصادقة والبرامج ذات الجودة العالية. المحاضرة اليوم كانت محاضرة تحفيزية أكثر بحكم أننا على مشارف يعني العطلة، ثم من أجل إعطاء شحنة قوية ودفعة لهؤلاء يعني للتلاميذ والأسر والأطر المشتغلين داخل المؤسسة. ثم الهدف الأسمى هو استنزاف تلك الطاقة السلبية التي ربما يعني تتراكم من خلال الضغط الذي يعانيه التلاميذ والأطر، من أجل تحويل هذه الطاقة من سلبية إلى إيجابية. إذن الهدف الأسمى هو. ثم السؤال المطروح الذي كان مطروحا بشكل عام: هل يمكن أن نصنع يعني التغيير؟ ولهذا قدم الدكتور مريد الكلاب هذه الإضافة النوعية حتى يعني نعرف كيفية واستراتيجية صناعة التغيير، وأن نتعلم ما هو جديد في ميدان الكوتشنج، وهو صناعة التغيير من الذات ومن الداخل.